عليكم اعزائي الطلبه. راني جيتكم اليوم في فيديو جديد وفي فكره جديده، الا وهي كيفاش نحسبوا تركيز الشوارد المتفرجه. قبل ما نروح نديماريو في الامثله، لازم انت كتلميذ تكون تعرف تفرق لي بين شريده متفرجه وشريده متفاعله. عندك طريقه واحده وهي تروح للمعادله تاعك وتقارنها مع الصيغه تاع المحلول اللي مدها لك في نص التمرين. دوكا عندنا المعادله، اما انا نعطيها لك في نص التمرين وانت تروح تقارنها مع الصيغه. الشريده اللي لقيتها مكتوبه في الصيغه او ما لقيتهاش مكتوبه في المعادله، هذيك هي الشريده الخامله. ولا انت تقول لي استاذه وكي نكتب انا المعادله كيفاش نعرفها؟ عادي، انا راح نعطيك ثنائيات باش انت تكتب المعادله. كي تضرب طلع الصيغه العامه تاع المحلول تلقى الشريده المتفرجه ما نعطيهالكش ضمن ثنائيات. دونك اللي ما نمدهالكش ضمن ثنائيات هذيك هي الشريده المتفرجه، باسكو انت كي تكتب المعادله راح تكتبها غير بالشوارد المتفاعله والناتجه فقط. صح. دوكا تقولوا لي علاش رانا نحسبوا في تركيز الشوارد المتفرجه على الرغم من انها انت راكي تقولي ان هي شوارد خامله ولا تشارك في التفاعل؟ دونك انا واش ندير بها؟ نو، عندك بزاف حاجات ديرهم بها، اللي هي نستعملوا التركيز تاع الشوارد الخامله في حساب الناقليه جي عند حساب جي، باسكو جي هذه واش تساوي؟ تساوي لنا الكا في من؟ في السيغما، وهذه السيغما واش راهي تساوي؟ هي مجموع اللامدا في من؟ في التراكيز. والناقليه راهي تتم بالشوارد الخامله والشوارد المتفاعله، يعني ما من خامله راح تدخل في الناقليه تاعنا. وثانيك نستعملوها اذا لقيت سؤال في التمرين يقول لك احسب تركيز الشوارد الموجوده في المحلول، يعني في حساب تركيز الشوارد الموجودة وين؟ في المحلول ولا في المزيج التفاعلي؟ في المزيج التفاعلي. دونك انا عندي كي تكون شوارد خامله تحسب له التركيز تاعها، كي تكون شوارد متفاعله تحسب له التركيز تاعها. نروحوا للمثال الاول. قلنا نضيف 100 ملل من H+ بلس Cl- على قطعه من الزنك، حيث C0 تساوي لنا 0.5 مول على اللتر، ومدلنا المعادله التفاعل. انت واش تروح تحوس؟ تروح تحوس على الشريده الخامله. هيا في رايك وراهي الشريده الخامله؟ فوالا هذيك هي. انا عندي الاش بلس، هايديك الاش بلس. السي الموا راهي كيما قالت لنا الاستاذه اعراب، السي الموا راهي في الصيغه وما راهيش في المعادله، دونك هذيك هي الشريده الخامله. طري بيان. كيفاش تحسب التركيز؟ تبعوا معايا تلاميذ. باش تحسب التركيز تاع الشريده الخامله، تركيز الشريده الخامله عنده اما يتغير او لا يتغير. وقتاش يتغير لي تركيز الشريده الخامله؟ اذا تغير لي حجم المزيج التفاعلي اللي راهي موجوده فيه، يتغير الحجم يتغير التركيز. وقتاش ما يتغير ليش التركيز تاع الشريده الخامله؟ اذا لم يتغير الحجم تاع الشريده اللي المحلول اللي راهي موجوده فيه الشريده. تسمى هذه فكره مليحه. هيا نروحوا نقارنوا. HCl كانت موجودة في محلول حجمه 100 مليلتر، ضفناه على قطعة من الزنك. أنا هذه الزنك هل عطيت لك حجم تاعها؟ لا. تسمى التفاعل في من الحجم اللي راهو يصرى فيه، التفاعل راهو يصرى لي ضمن 100 مليلتر، تسمى هو نفس الحجم تاع الشريدة مع الأول كي كانت اللي جات فيه. دونك تركيز تاع الشريدة الخاملة هو سي صفر. طيب بيان. المثال الثاني واش قالنا؟ نعيد التجربة السابقة بتمديد المحلول ب20 مرة. راح نمد المحلول 20 مرة. دقيقة أستاذة حبسي برك نعاود نتفكر واش معناتها التمديد. واش معناتها التمديد؟ التمديد هي تحكم المحلول تاعك، تضيف واش تضيف له؟ الماء المقطر. وتركيز تاع الشريدة الخاملة بما عنده علاقة بحجم المزيج. تسمى انت كي تحكم المحلول وتضيف له الماء، هذه Cl المحلول اللي راهي فيه بقى نفس الحجم ولا راهو يزيد؟ سي زاد، درنا له التمديد 20 مره. طري بيان. تسمى التركيز راح يزيد ولا حينقص؟ حينقص. استاذه تمسخري بينا، على بالنا بلي التركيز راهو ينقص بزياده الحجم. تسمى التركيز تاع Cl شنو هو؟ C0 على 20. استاذه كيفاش عرفتيها؟ كيفاش عرفتها؟ عندكم اف هو C0 التركيز الابتدائي على التركيز، يعني التركيز قبل التمديد على التركيز بعد التمديد. انا التركيز اللي راني نحوس عليه هو التركيز بعد التمديد. واش راهو يساوي؟ C0 على معامل التمديد اف اللي هو 20 في المثال هذا. طيب بيان. نروحوا للمثال الثالث. واش قالنا؟ نمزج المحلولين
عندي محلول S1 مع محلول S2. المحلول S1 حجمه 50 مليلتر، المحلول S2 حجمه ثاني 50 مليلتر. هنا ما عطيت لكمش المعادله. وراهي الشريده الخامله استاذه هذا عباره عن حمض راح يدفع لي مع الاي، تما شكون تقعد لي الشريده الخامله اللي هي الكا بلس. صحيتو استاذه. التركيز تاع الشريده الخامله فينا ولا عند اي لحظه؟ تركيز الشريده الخامله كيفاش نحسبوا هذه الخطره؟ صح، الكا بلس جماعه وين كانت في 50، ومن بعد المزج شحال ولا لي حجم المحلول؟ ولا لي 100 مليلتر. تغير حجم المزيج ولا حجم المحلول اللي كانت فيه الكا ولا قعد 50 سي تغير ولا 100، تسمى التركيز تاع كا يتغير ولا يقعد نفسه؟ لا يتغير. دونك انا تركيز تاع كا، تركيز جماعه كيفاش نحسبوه؟ كميه الماده على في. كميه الماده هي وشنو؟ هي سي 2 في في 2 على في توتال اللي هو في 1 زائد في 2 اللي هي في توتال. طري بيان، هذا هو تركيز الشريده الخاملة تاعنا. مثال 4 واش قالنا؟ نقوم بإضافة 1 مليلتر من إيثانوات الإيثيل على في تساوي 200 مليلتر من ال Na بلس OH-، حيث هذه هي معادلة التفاعل. نروح نحوسوا على الشريدة الخاملة. ال OH- راهي موجودة في المعادلة وراهي موجودة في الصيغة، بينما ال Na بلس موجودة في الصيغة وليست موجودة في المعادلة. تسمى ال Na بلس هي الشريدة الخاملة. التركيز تاعها كيفاش نحسبوه عند كل لحظة ولا بعد المزج ولا في الحالة النهائية؟ نحسبوه انطلاقا من نشوفوا يعني حجم المزيج تاعنا إذا تغير. هي كانت موجودة في 200 وضفت لها 1 مليلتر، تسمى التركيز تاع الشريدة الخاملة اللي هو شنو؟ هو نفسه سي زيرو، يعني تركيز ال NaOH. علاش استاذة؟ بصح راهي تتفاعل لنا مع محلول، على بالي راهي تتفاعل مع محلول، بصح حجم المزيج اللي كانت حجم المحلول اللي كانت فيه الشريدة الخاملة 200، شحال ضفت لها 1. هذه 1 عندك واش راهي تعتبر صغيرة جدا مقارنة بال200. كي شغل ضفت لي قطرة ياك، كي ضفنا كي شغل قطرة تسمى حجم المزيج كي راح يكون فيه تغير طفيف. تغير طفيف لا يغير من تركيز الشوارد سواء الخاملة ولا المتفرجة ولا المتفاعلة. دونك هذه هي اغلب الحالات اللي نحسبوا فيها تركيز الشريدة الخاملة. عاود لي تلميذ، تركيز الشريدة الخاملة يتغير بتغير المزيج التفاعلي. اذا تغير حجم المزيج التفاعلي راح يتغير تركيز الشريدة الخاملة. اذا لم يتغير حجم المزيج وكان هناك تغير طفيف لا يتغير تركيز الشريدة الخاملة. وقتاش ما يتغير؟ ليش؟ اذا درت تفاعل محلول مع معدن هنا لا يتغير. اذا درت تفاعل محلول مع محلول ولكن احدى المحلولين راهو موجود بكمية بحجم طفيف جدا مقارنة بالحجم الاولاني، تسمى راح تكون زيادة معتبرة في حجم المزيج التفاعلي وبالتالي لا يتغير التركيز. يتغير لي التركيز كي نمزج محلولين والحجوم تكون معتبرة فيما بيناتهم، واحد 100 واحد 50 واحد 100 واحد 60. هنا ما نقدرش انا نلغي 60 ولا 50 ولا 30 بارابور ل 100. ويتغير ثاني في عملية التمديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ولو قليلا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر وبفكرة جديدة.